بيسان إسماعيل تحسم الجدل حول علاقتها بفؤاد جنيد. محمود ماهر وبرهوم معراوي مصابان بالجفاف العاطفي. فتاة صغيرة بعمر الزهور تذرف الدموع على المسرح متأثرة بالشامي. تذكرة دخول حفل بيسان إسماعيل $150 فقط. درامات ونهفات وترندات الأسبوع في فيديو. بعد ما عمل بلبلة بين أوساط المتابعين، عدنان موسى كشف المستور وقال إنه ما خطب. كيف خدعت الوطن العربي كله بأني اختبط؟ طبعاً الكذبة بعتبرها كذبة بيضة. بس كان عم يوضح لنا وللمتابعين إنه بزمن السوشيال ميديا فيه يضحك على الجماهير ويقول إنه خطب ونصدق عادي، والحكمة يلي بده يوصلها عدنان حسب قوله إنه لا تصدقوا حدا على السوشيال ميديا. شا من هلا ما حدا يحكي، بعد نص ساعة بينزل الفيديو، بس ما حدا يطلب أني أعرض الشخص الثاني أني أنا ما بعرضه بصراحة، يعني بكل صراحة أنا ما بعرضه ولا رح أعرض. طبعاً المشاهدين ما حبوا هالنوع من المزح واعتبروه استخفاف بعقل المتابع، وخايفين يصير فيه مثل شهاب الخطاب يا شهاب يا كذاب وقت خطبته ما حدا يحضر. فجر الفنان الشامي مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان مشاركته كعضو لجنة تحكيم بالموسم الجديد من برنامج The Voice Kids، الكرسي اللي قعد عليه عاصي الحلاني وكاظم الساهر وتامر حسني ونانسي عجرم وغيرهم من الفنانين بالمواسم السابقة للبرنامج. وهالخبر لم يتم التصريح عنه بعد من قبل الشامي، وإنما شوق الجمهور ببوست على صفحته بإنستغرام كتب فيه إنه خبر عالمي هاليومين، لتطلع مصادر مطلعة وتأكد هالخبر. والشامي لسه ساكت ولا على باله، وعم يعمل هالحفلات بتونس والجمهور مسكر المدرجات، وبنات الصف السادس عم يذرفوا الدموع. هالفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، والمتابعين علقوا عم تبكي لأنه سبونج بوب ما عزم على عرسه. لما كنت جيلها كنت مفكر أبو ظبي زلمة، لما كنت بعمرها كنت فكر المذيعة بتنام بالتلفزيون عم تغني بضمير صاحي، مدري مين سارق لها المحاية يلي طعمها فريز. أنا بعمرها كنت أبكي على غنية بالسلامة حبيبي يا بابا. الشامي لامم كل أولاد المدارس وعامل لهم حفلة. أما صناع المحتوى فتفاعلوا مع فيديو البنت بطريقة مهضومة، ومنهم سلطانة فواز يلي قررت تلعب بالألوان وتتذكر طفولتها. بيسان إسماعيل تنهي الجدل حول علاقتها بفؤاد جنيد، فبعد ما باركت للمذيعة النبيهة بغنية خطيها مو خطية خطي كسرت الدنيا الحمد لله، بتقلها إنه الجمهور عم يتساءل هل ممكن تجمعكم قصة حب أنتي وفؤاد؟ ما حأحكي خطايا. هون أم البيس بترد إنه هي وفؤاد كتير رفقات وزملاء شغل، والنية الصافية شيء أساسي بهالشراكة، مؤكدة إنه إذا ما في محبة ما في شغل. إذا ما في محبة ما في شغل. فؤاد صديقي كتير وصديق للعائلة بشكل عام يعني هو. وأنهت أم البيس كلامها بوصفها لفئة من المتابعين بشوي مراهقين بيخترعوا وبيتخيلوا هاي الأشياء، وإنه مستحيل قلبها يرجع يدق هلأ لأنه حالياً مركزة على شغلها ومستقبلها وحياتها، ولا عزاء للشامتين. ما فيش أخبار عن فريدة؟ التعليقات على تصريحات أم البيس كانت كالآتي: من لما تركت محمود ضعفت كلياً، فئة من المتابعين مراهقين، حبيبتي انت كل فنزاتك مراهقين، لك خسارة فيكي حبه لمعمود، هلأ عرفنا ليش فؤاد ترك عبود، يا نسونجي. أما بالنسبة للحفل المنتظر بلبنان فقررنا نبعث مراسلنا ليحضر حفلة أم البيس، بس لما عرفنا أنه سعر تذكرة الدخول للحفل بس $150 حسينا أنه ما في داعي يروح، حرصاً على سلامته من شي ضربة شمس. وللعلم أم البيس مستمرة لحد الآن بالترويج للحفلة، بس هالتذاكر ما عم تنباع، وبيقولوا إنه لهلأ عم تنادي تذاكر 5 ب1000، يلي ما بيحضر حفلة بيسو بعمره ما رح يتعلم من كيسو. لك عرض مرتب من آخر الكوكب. أما بالنسبة لبرهوم معراوي ومحمود ماهر فالجفاف العاطفي والوحدة واليأس دفع الشباب ليعملوا فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مع بنت حلوة. برهوم شارك الفيديو على الستوري، وهيك كان رد والدته على الفيديو: لا تجلطني لا تجلطني، تعلي لي ضغطي اليومين. أما محمود ماهر فما قدرنا نعرف إذا هو يلي عمل الفيديو. تعليقات المتابعين كالآتي: بلش يجاكر بيسان، مفكر رح تموت عليك، لك مصدوم كله كذب، لك وين بيسان عنك؟
هلا على سرعة التخطي. معمودة كل إياها رح تشتاق لها كتير. وانت عزيزي المشاهد خبرنا شو الدراما يلي حابب نحكي عنها الفيديو اللي جاي.